بإذن الله وصلنا للدرس 16 في الوحدة الخامسة اللي هو بيتكلم عن ازاي اقسم كسر عشري على كسر عشري. المرة اللي فاتت خدنا ازاي نقسم كسر عشري بس كان على عدد صحيح. النهاردة هنقسم كسر عشري على كسر عشري. اول مسألة معايا هنا اللي هي بيقول لي 226.4 على 2.2، 2 جزء من 10. احنا خدنا المرة اللي فاتت ان انا ممكن اقسم عدد فيه علامة عشرية عادي على عدد صحيح، لكن الجديد النهارده ان انا هقسم كمان على عدد فيه علامه عشريه. طب وبعدين انا عشان اقسم على عدد فيه علامه عشريه اول حاجه بفكر فيها ان انا اخلص من العلامه العشريه اللي موجوده في العدد. ليه؟ لان عشان اسهل عمليه القسم على نفسي وتكون افضل يعني. طيب انا عندي هنا بروح اول حاجه ببص عليها هل العلامه العشريه بعد رقم واحد ولا بعد رقمين ولا بعد 3 ارقام. لو بعد رقم واحد بضرب العدد في 10 عشان اخلص منها، لان ايه هتقوم متحركه حركه واحده ناحيه اليمين. لو بعد رقمين بضرب في 100 عشان احركها حركتين فاخلص من العلامه اللي بعد رقمين. لو بعد 3 ارقام فانا بضرب في 1000 عشان اخلص من العلامه اللي بعد 3 خانات. المهم هنعرف من الامثله اللي احنا هناخدها. انا دلوقتي عندي هنا العلامه بعد رقم واحد، تمام. اول حاجه ببص على المقسوم عليه. لو في علامه عشريه طب هي بعد رقم واحد عشان اخلص منها فانا هضرب في 10 عشان انا لما هضرب في 10 بخلص من العلامه اللي بعد رقم واحد، لان الضرب في 10 بيحرك لي العلامه حركه واحده ناحيه اليمين. فلما اضرب 2 و2 جزء من 10 في 10 هتبقى 22. خلاص كده؟ لا طبعا، انت طالما ضربت في المقسوم عليه في 10 يبقى لازم تضرب المقسوم برضو في 10. ليه؟ لان ده رياضه، اللي انت تعمله في ناحيه لازم تعمله في الناحيه الثانيه عشان ما تبقاش غيرت قيمه المساله. يعني مش كنت بتقسم 26 و4 اجزاء من 10 على 2 و2 جزء من 10، فجاه هي 26 و4 اجزاء من 10 برضو هتقسمها على 22، يبقى مسالتك كده فيها حاجه غلط. فانت هنا بتضرب كمان في 10 زي ما ضربت المقسوم عليه في 10. هتضرب هنا في 10 بقت ادي 2 6، ولما ضربت في 10 العلامه هتحرك حركه واحده ناحيه اليمين بقى فيه 4. ده المقسوم وده المقسوم ايه عليه. هنروح نعمل عمليه القسمه بقى المطوله بتاعتنا ونقول 264 على 22. هنروح نعمل جدول ال 22 اهو. 1 في 22 ب22، و2 في 22 ب44، و3 في 22 ب66، و4 في 22 ب88، و5 مثلا في 22 بكام؟ 5 في 2 ب10، و5 في 2 ب10 ومعانا 1 يبقى 100 وايه و10. نوقف كده لو احتاجنا تاني هنعمل. تمام. هنروح اول حاجه على اول رقمين اللي هم 26 عشان بقسم على عدد مكون من رقمين، فببص على الرقمين الاولين. ال 26 على 22 هتيجي تبص تشوف ال 26 فين هنا؟ ده انت عندك في 22 وفي 44. لا يبقى احنا اللي هيكون مناسب معانا ان احنا ناخد الصغيره شويه اللي هي الواحد في 22 دي. الواحد في 22 بتدينا ايه؟ 22. فانا هقول له هنا ايه؟ هقول له هحط له هنا ال 22 طبعا، ماشي، اللي هي كانت ايه؟ 1 في 22 ادتنا 22، 1 في 22 ادتنا 22. نطرح بقى 6 ناقص 2 4، و2 ناقص 2 0. الصفر على الشمال ملوش قيمه، هننزل الا 4 بقت 44 على 22. ال 44 موجوده هنا اهي، يبقى 44 على 22 فيها 2 في 22 ب 44. نطرح بقى خلاص المسألة صفرت معايا، يبقى خارج القسمة اللي هو بيقول لي اوجد خارج القسمة بتساوي 12، يبقى تساوت لي 12. هل في صعوبة؟ سهلة جدا. هنشوف امثلة تانية مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ابناء طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهارده باذن الله وصلنا للدرس 16 في الوحدة الخامسة، بيتكلم عن ان انا ازاي اقسم كسر عشري على كسر عشري. المرة اللي فاتت خدنا ازاي نقسم كسر عشري بس كان على عدد صحيح. النهارده هنقسم كسر عشري على كسر عشري، سهل خالص، تابعوا معانا. بيقول لي اوجد خارج قسمة 6 و9 اجزاء من 10 على 3 اجزاء من 10. المرة اللي فاتت كنت بقسم عادي اي عدد فيه كسر عشري او اجزاء من 10 عادي على كسور عشرية، يعني على اعداد صحيحة. النهارده جايب لي الاعداد اللي انا بقسم عليها برضو اللي هي المقسوم عليه فيها علامة عشرية. طب انا عشان اعرف اقسم لازم اخلص من العلامة العشرية. العلامة العشرية بتاعتك دي يا اما هتكون بعد رقم واحد، يا اما هتكون بعد رقمين، يا اما هتكون بعد 3 ارقام. لو هي بعد رقم واحد فانت بتضرب في 10 لان الضرب في 10 بيحرك لك العدد حركة واحدة ناحية اليمين فهتخلص من العلامة. لو هي بعد رقمين بتضرب في 100 لان 100 لها صفرين، فانت كده العلامة هتتحرك عندك حركتين فهتخلص من العلامة. لو هي بعد 3 ارقام فانت هتضرب في 1000 عشان العلامة تتحرك 3 حركات ناحية اليمين، وبالتالي العدد برضو ما عادش فيه علامة. هنفهم بقى مع بعض في الامثلة. انت عندك هنا العدد دهوت
3 أجزاء من 10، العلامة بعد رقم واحد بس عشان اخلص منها والعلامة تتحرك لي حركة وتيجي هنا كده، يبقى انا هضرب في ايه؟ في 10. 3 أجزاء من 10 لما اضربها في 3 يبقى هنا العلامة هتيجي هنا كده 3 كده، وهنا 0 جزء من 10 يعني كأن مفيش حاجة خلاص، هي بقت 3 اصلا. ماشي، يبقى انا كده خليتها بقت عدد صحيح. طب انا ضربت في المقسوم عليه، اسيب المقسوم؟ لا طبعا، كده ما تبقاش رياضة، لان انت كده كنت بتقسم 6 و9 أجزاء من 10 على 3 أجزاء من 10، هتيجي تقسم هي 6 و9 من 10 على 3، يبقى انت كده غيرت المسألة خالص. فاحنا بنعمل ايه؟ اللي عملناه في المقسوم عليه هنعمله في المقسوم، يعني انت ضربت هنا في 10 يبقى هتضرب هنا كمان في 10، ضربت هنا في 100 هتضرب هنا في 100، اللي انت ضربت فيه في المقسوم عليه هتضرب فيه في المقسوم. بس انت بتبص للمقسوم عليه وتشوف العلامة عنده بعد كام رقم، هو ده اللي بيحدد لك انت هتضرب في 10 ولا في 100 ولا في 1000. تمام. طيب هنا هنضرب في 10، العلامة اتحرك حركة واحدة ناحية اليمين، بقى العدد 69، وهو 69 وصفر جزء من 10 يعني هي 69 خلاص، ما عادش، يبقى ما عادش في بقى ايه حاجة هنا. طيب يبقى انا عندي بقت مسألة القسمة اهي، هنقول المقسوم اللي هو 69 على المقسوم عليه اللي هو ايه 3. نعمل بقى جدول التلاتة، او مش مستاهله بقى، احنا كبار قوي هنا. طيب انا هنا بقسم على عدد مكون من رقم واحد، فانا هقول 6 على 3 فيها الكام؟ 6 على 3 فيها الاتنين. طيب احنا قسمنا، بنضرب بقى 2 في 3 بكام؟ ب6. بعد ما ضربنا بنطرح، هنطرح 6 ناقص 6 صفر. بعد ما طرحنا بننزل اللي عليه الدور، هننزل ال9. 9 على 3 فيها التلاتة، 3 في 3 ب9، 9 ناقص 9 صفر. هو ده فعلا خارج قسمة 6 و9 أجزاء من 10 على 3 أجزاء من 10. تقولي يا مس ده خارج 69 على 3، لا، ما هو 69 على 3 هي 6 و9 أجزاء من 10 على 3 أجزاء من 10، يبقى خارج القسمة هنا هيساوي 23. نشوف أمثلة تانية. بيقول لي أوجد خارج قسمة 99 على 4 أجزاء من 10. المقسوم عدد صحيح، عدد ما فيهوش اي كسور عشريه، اما المقسوم عليه هو اللي فيه علامه عشريه. بعد كام بقى؟ رقم ولا 2 ولا 3؟ لا، بعد رقم واحد. يبقى انا هضرب فيه 10. ليه؟ لان انا مش عايز العلامه تتحرك غير حركه واحده بس، لان هي بعد رقم واحد. هضرب في 10 هنا وهضرب في 10 هنا. تمام. هتقولي ما ده ما فيهوش علامات، بس انا لازم اضربه في 10 زي ما ضربت المقسوم عليه في 10. 4 أجزاء من 10 هضرب في 10 بقت كام؟ العلامه اتحركت حركه واحده ناحيه اليمين بقت 4. وال99 لما اتضربت في 10 يعني زودناها صفر. احنا عارفين الضرب في 10 لو هو عدد صحيح ما هوش فيه كسور عشريه بتزود صفر، لو هو انت هتضرب في 100 وهو عدد صحيح بتزود صفرين، لو في 1000 3 اصفار. هنروح نقسم بقى، هنقول ايه؟ 990 على 4. ممكن نعمل جدول ال4 اهو، 1 في 4 ب4، 2 في 4 ب8، 3 في 4 ب12، و4 في 4 ب16. تمام، ب16. طيب تعالى كده نشوف. اول حاجة هنروح على 9. ال9 دي اللي هي على 4، ان احنا بنقسم على عدد مكون من رقم واحد، فنبص على اول رقم. 9 موجودة هنا فين؟ انت ما فيش 9 بس في 8 اهي، هناخد 8 يبقى 2 في 4 ب8. 9 ناقص 8 1، ننزل ال9 دي بقت 19. في 19 هنا؟ لا، احنا واصلين لحد 16. بعد كده 5 في 4 ب20. لا، مفيش 19. في اللي قبلها بقى احنا بناخد اللي اقل منها، يعني هناخد العدد اللي موجود اللي اقل منه، اقل منه ال16 اهي. تمام، هناخد ال16، هنقول 4 في 4 بايه؟ ب16. هو اصلا ده مش محتاج ان انا كنت اكتب الجدول الاول لان احنا كبار وعارفين الحاجات. 9 ناقص 6 3، 1 ناقص 1 0. هنزل اللي عليه الدور اللي هو مين؟ 0. 30 على 4. 30 على 4 انت عندك 7 في 4 ب28، و8 في 4 ب32. تمام، فانت هتاخد اللي فيها 28 دي هي الاقرب. ماشي، يبقى انت هتقول له هنا فيها 7 في 4 بكام؟ 28. 30 ناقص 28 فيها 2 باقي. ماشي، طب 2 على 4 هنقول له الباقي 2. لا، احنا مش عايزين باقي خالص. طب هنخلص من المأزق ده ازاي؟ ال2 اقل من ال4 هقسمها ازاي؟ ده هي كسر. قلنا بنروح نحط علامة عشرية، قلنا كده المرة اللي فاتت، وبعدين تحط بعدها صفر. ماشي، اي عدد من الاصفار هتحطه بعد العلامة العشرية مش هيأثر، لان هو عادي 990 وصفر جزء من 10 او صفر جزء من 100 او من 1000 او من اي حاجة مش هيأثر. بس طالما حطيت هنا علامة عشرية يبقى ما تنساهاش هنا كده. نزل بقى الصفر اللي عليه الدور ده، نزله نزله نزله. هل هيغير حاجة في الناتج؟ هو مش بيغير في قيمة الناتج، بس هو كده 20 على 4 فيها الايه؟ 5. 5 في 4 ب20. هتطرح خلاص، صفرت معاك، ما انتش محتاج تنزل اي حاجة. هي فعلا كانت 2 على 4، ما هي الاتنين نص ال4 يعني بقى 247 و5 أجزاء من 10. ده الناتج. ماشي، يبقى خارج القسمة هنا هيساوي
247 و5 أجزاء من ايه؟ من 10. نشوف مسألة تانية. بيقول لي اوجد خارج قسمة كل المميزات مستخدما الخوارزمية المعيارية. هيجيب لي مسائل كتير وهستخدم فيها الخوارزمية المعيارية. انت هنا دلوقتي عندك 70 على 7 أجزاء من 10. العلامة هنا بعد رقم 1 عشان نخلص منها هنضرب في 10 وهنا هنضرب في 10. ماشي. لما تضرب ال70 في 10 يعني بتزود ال70 صفر بقت 700 على ال7 أجزاء من 10. لما تضربها في 10 العلامة جت هنا بقت 7. ماشي. روح بقى اعمل لي علامة القسمة المطولة وقول لي 700 على 7 وقال لي استخدم الخوارزمية المعيارية. يعني لازم استخدم علامة القسمة المطولة. هو انا ممكن اخلصها هنا بسهولة بس هو قال لي الخوارزمية المعيارية يعني لازم استخدم علامة القسمة المطولة. مش محتاجة ان انا اعمل جدول عشان هقول 7 على 7 فيها الواحد. 1 في 7 ب7 هنطرح 7 ناقص 7 صفر. هننزل الصفر اللي عليه الدور 0 على 7 بصفر وبعدين ننزل الصفر التاني 0 على 7 بصفر. بقت ايه؟ ما هو هنا 0 في 7 بصفر خلاص. حتى لو طرحت ونزلتها له هتقول له 0 ناقص 0 هو الصفر. نزل الصفر التاني 0 على 7 بصفر اهو التاني 0 في 7 بصفر. اطرح خلاص ما عادش معاك حاجه. يبقى 700 على 7 فيها ال100. ماشي. بعد كده بيقول لي 1.43 جزء من 100 على 5 أجزاء من 100. انت عندك هنا العلامة بعد رقمين يعني هضرب في 100 عشان 100 لها صفرين. تمام. وهتضرب هنا بقى في 100. انت اللي بيحدد لك تضرب في 10 ولا 100 ولا 1000 المقسوم عليه بس. ماليش دعوه باللي انا بقسمه. ده اللي بيحدد لي اضرب في 10 ولا في 100 ولا في 1000. مين اللي انا بقسم عليه؟ اللي هو المقسوم عليه. طب هنا هضرب برضو في 100. لما هضرب في 100 العلامه اتحرك حركتين ناحيه اليمين هتبقى 143. تعالى بقى نروح نعمل الخوارزميه المعياريه اللي هو طالبها مني. هقول له 143. انا لما ضربت ال5 أجزاء من 100 في 100 العلامه جت هنا كده بقت كام؟ 5. بقى العدد ده 5 لان الصفر على الشمال هنا يعني كده. صفر على الشمال ملوش قيمه ولا له لازمه. يعني انت لما ضربت ده في 100 هيساوي معاك العلامه جت هنا كده بقت كده. وده صفر جزء من 100 ملوش حاجه اصلا يعني ملوش اهميه. والصفر اللي على الشمال ملوش لازمه. يعني 5 أجزاء من 100 لما اتضربت في 100 ادتني ايه؟ 5. تعالى بقى نقسم. هنا نعمل جدول 5 مش لازم قوي يعني جدول 5 سهل. انت كلها حاجات يعني 1 في 5 ب5 2 في 5 ب10. دايما الأحاد يا 5 يا 0. بعد كده 15 بتاعت التلاتة 4 في 5 ب20 وهكذا بقى. طيب لما تيجي تقول 1 على 5 مش نافع فطبعا هتحط 0 على الشمال ملوش لازمة. هتروح تقويه بقى بالعدد اللي بعده. 14 على 5 موجودة فين؟ هنا ال 14. طبعا مفيش 14 في جدول 5. فين 15 فين 10؟ طبعا الأقرب ال10 اهي. يبقى انا هاخد هنا كام؟ هاخد هنا مين؟ الاتنين. 2 في 5 بكام؟ ب10. هنطرح بقى 4 ناقص 0 4 1 ناقص 1 0. هنزل بعد كده اللي عليها الدور مين؟ التلاتة. 43 على 5 احنا عندنا هنلاقي في 8 في 5 ب40 صح؟ وفي 9 في 5 بكام؟ ب45. ما انت مش لازم تجيب الجدول كله. انت عارف تبقى قريب من مين. فالأقرب طبعا هنا ايه؟ ال8. ماشي. عشان احنا بناخد الاقل مش هناخد الاكبر من 43. فانا هنا هقول له 8 في 5 ب40. لما هتطرح 3 ناقص 0 3 4 ناقص 0 3 ناقص 0 3 4 ناقص 4 قصدي 0 والصفر على الشمال ملوش قيمه. طيب انا دلوقتي من حد ينزل على الدور؟ خلاص ما عادش حد ينزل على الدور. طب ال3 على 5 انا مش عايزه باقي. طب اعمل ايه؟ هروح احط له هنا كده علامه عشريه وبعدها 0. اي عدد من الاصفار انت عايزه بس احنا هنحتاج 0 1. طالما حطيت هنا علامه عشريه اطلع حط لفوق العلامه العشريه اللي فوق برضو. هتنزل الصفر ده هيبقى العدد ده 30. الستة 6 في 5 بكام؟ ب30. 6 في 5 ب30. 0 ناقص 0 خلاص هي صفرت معايا. يبقى خارج القسمه 28 و6 أجزاء من 10. يعني انا هنا هقول له ان خارج القسمه معايا كام؟ 28 و6 أجزاء من ايه؟ من 10. طب نشوف كمان مسألة تانية. بيقول لي 44 و175 جزء من 1000 على 3.1. العلامة هنا بعد رقم يمس وهنا بعد 3 أرقام. ماليش دعوة بالمقسوم. أنا ببص على المقسوم عليه هو اللي بيحدد لي الايه؟ العلامة. العلامة بعد رقم يبقى أنا هضرب هنا في 10. تمام. وهضرب هنا في 10. طب ليه ما نضربش في 1000؟ أنا ماليش دعوة هو ده اللي بيحدد لي. تمام. عشان ما اكبرش العدد قوي يعني. طب انت لما تضرب 3.1 في 10 العلامة تحرك حركة واحدة ناحية اليمين بقت 31. هتضرب هنا في 10 العلامة تحرك حركة واحدة ناحية اليمين بقت هنا كده. يعني بقت دي 441. حط بقى العلامة وهنا ايه؟ و75 جزء من 1000. نروح نعمل له القسمة المطولة. بقى المقسوم اهو
41 و75 جزء من ايه؟ من 1000، والمقسوم عليه 31. طيب هنروح نعمل جدول بقى. نعمل ايه؟ الواحد في 31 ب31، الاتنين في 31 ب62، والتلاتة في 31 ب93. طبعا تضرب 3 في 1 ب3، و3 في 3 ب9، بس انا عشان ما اضيعش وقت الفيديو فاحنا هنمشي بالراحه. 4 في 31، 4 في 1 ب4، و4 في 3 ب12. لو احتاجنا تاني هنيجي نعمل، بس احنا هنمشي خطوه خطوه كده. لو احتاجنا اعداد تاني هنيجي نعمل. طب نروح نمسك اول عددين. 44 موجوده فين هنا؟ لا، هنا 62 وهنا 31، يبقى ده الاقرب اهو. يبقى هنا هنقول له 1 في 31 ب1 وايه و30. نطرح بقى. 4 ناقص 1 3، و4 ناقص 3 1. 4 ناقص 1 هنا كده 3، و4 ناقص 3 1. تمام، بقت هنا 13 الباقي معايا. هنزل على الدور اللي هو ايه؟ هنا 1 اهو، 131. طب تعالى نعمل كده. 5 في 31، 5 في 1 ب5، و5 في 3 ب15. لا دي 155 ودي 124، يبقى الاقرب لل 131 هنا مين؟ ال 124 ده اهي. يبقى فيها ايه؟ 4. هقول له فيها 4. 4 في 31 ب 124. نطرح بقى. 1 ناقص 4 مش هينفع، استلف من التلاتة دي بقت 11 ناقص 4 كام؟ 7. والتلاتة دي بقت 2. 2 ناقص 2 صفر. 1 ناقص 1 صفر، ما بكتبش الصفر اللي على الشمال. طيب انت عندك بعد كده العلامة حطها على طول عشان ما تنساهاش. نزل بقى اللي بعد العلامة اهو، نزل 7. 77 قريبة من هنا؟ لا، الاقرب هنا كده ليها، اقل منها على طول 62 ده اهي، بلاش 93 لانها اعلى منها. طب يبقى هنقول له هنا ايه؟ 2 في 31 بتديلنا كام؟ 62. اطرح بقى. 7 ناقص 2 5، 7 ناقص 6 1، بقت 15. من اللي على الدور ينزل ال5، هي اللي على الدور تنزل، بقت 155. انت عندك فعلا 5 في 31 ب 155. يعني انت هتاخد دي، هتكتب له 155 اهي، ودي فيها ايه؟ 5. 5 في 31 ب 155. طرحنا خلاص، المسألة صفرت معانا. نشوف مسألة تانية. بيقول لي 120 ونص على 2 ونص. نبص على المقسوم عليه، العلامة بعد رقم هضرب فيه 10. طب لما ضربت في 10 العلامة اتحركت حركة واحدة ناحية اليمين، بقت 25. هنا ضربت في 10 يبقى لازم اضرب هنا كمان في 10، العلامة برضو اتحرك حركة واحدة، بقى العدد كده بقى خلاص مفيش علامات. هنروح بقى نعمل القسمة المطولة بتاعتنا. هنقول له 1205 على 25. ماشي، نعمل بقى جدول 25. 1 في 25 ب25، 2 في 25 ب50. طبعا انت هتضرب واحدة واحدة مع نفسك. 3 في 25 ب75، و4 في 25 ب100، و5 في 25 ب125. انت هتضرب كده 5 في 5 ب25، تمشي بقى خطوة خطوة، لكن انا عشان ما اضيعش وقت الفيديو يعني. طيب انت عندك ال 12 دي صغيره على 25 مش نافعه، هتروح تقويها بالصفر اللي بعدها. طبعا الصفر على الشمال لو حطيته ماشي، ما حطيتوش مفيش مشكله. يعني انت هروح اول رقمين 12 على 25 صغيره، فهتحط صفر. بعدين 120 موجوده فين هنا؟ احنا هنا موجودين ال 120 بين ال 100 وال 125، يعني احنا هنا كده. تمام، فانا هقول له 4 في 25 في 25 ايوه بتدينا ايه؟ 100. لما هنطرح ده صفر ناقص صفر والصفر، واتنين ناقص صفر 2، 1 ناقص 1 صفر. الصفر على الشمال مش هكتبه. هنزل الايه؟ من بقى اللي عليه الدور بعد كده 5. 205 دي اجيبها منين؟ انت عندك ال8 في 25. 8 في 5 ب40، صفر معايا 4. 8 في 2 ب16، و4 ب 20 ب 200. تمام، ب 200. وال9 في 25 ب 225. انت ممكن تمشي تزود 25 طول ما انت ماشي كده. يعني لو انت حتى مش عارف تضرب، قول 1 في 25 ب25، ويحط 2 وزود 25 براحتك بقى. طب يعني انا هنا ال 205 دي بين مين ومين؟ بين ال 200 وبين 225. هناخد معانا مين؟ ال8. هناخد ايه؟ ال8. هقول له هنا كده 8 في 25 بكام؟ ب 200. نطرح. 5 ناقص 0 5، 0 ناقص 0 0، و2 ناقص 2 0. طب 5 على 25. انا هنا دلوقتي مش هينفع يكون معايا باقي. اعمل ايه بقى؟ والخمسة دي صغيرة عن 25. هنروح نحط هنا علامة عشرية، وهنا كده صفر بعدها. انت حطيت هنا علامة عشرية، حطها هنا عشان ما تنساهاش. نزل بقى الصفر ده، شوف هيحل المشكلة ولا مش حللها. هتنزل الصفر، هتبقى هنا كده بقت دي 50. ال50 اهي. 2 في 50، 2 في 25 ب50 اهو. هقول له بقى هنا 2 في 25 ب50. كده المسألة صفرت معانا، احنا مش عايزين باقي خالص. العلامات العشرية بقت بتحللي موضوع
الباقي ده بقت 28 و2 جزء من 10. في المسألة دي بيقول لي 24 و5 أجزاء من 100 على 5 جزء من 10. هضرب هنا العلامة بعد رقم 1، فأنا هضرب في 10 عشان أخلص من العلامة. دايما أنا بهتم بالمقسوم عليه، هو اللي بيحدد لي العلامة هتبقى يعني هضرب في 10 ولا في 100 ولا في ولا في 1000. طب أنا لما أضرب في 10 هتبقى دي 5، وهنا هضرب في 10. طب هنا العلامة بعد رقمين مش مشكلة، المهم أنا ضربت في المقسوم عليه في كام. فلما أضرب في 10 العلامة اتحرك حركة واحدة هنا كده، يبقى 540 و5 أجزاء من 10. هنروح بقى نقسم، هنقول 540 و5 جزء من من 10 على 5. ماشي، جدول 5 مش محتاج ان انا اكتبه قوي. هقول 5 على 5 فيها الواحد، 1 في 5 ب5، 5 ناقص 5 صفر. هنزل الأربعة، 4 على 5، الأربعة أصغر من 5 مش هتنفع، بس هحجز مكانها بصفر. وبعدين ننزل الصفر اللي بعدها، 40 على 5 فيها التمانية، 8 في 5 بكام؟ ب40. 40 ناقص 40 صفر. بعدين وصلنا العلامة خبطنا فيها، حطها هنا بقى خلاص. ماشي، نزل 5 اللي بعدها، 5 على 5 فيها الواحد، 1 في 5 ب5. كده المسألة صفرت معايا، يبقى كان خارج القسمة 108 و1 جزء من من 10. بكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. يا رب يكون عاد بالنفع عليكم ويكون سهل عليكم ولذيذ. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوها لي في التعليقات او على رسائل الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.